اهلا بكل مستمع اذاعه علشان بلدنا. هيكون معاكم النهارده محمد محمود ومحمد رأفت في الرياضه على كبير. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، انت اخبارك؟ الحمد لله. خلينا نعرف مستمعينا ان احنا غيرنا كده تغيير بسيط في الفورم بتاع البرنامج عندنا. ضفنا ما غيرناش النهارده، ضفنا ضفنا فقره فقره جديده معانا. طبعا برنامجنا هيبقى زي ما احنا عارفين الاخبار اول فقره معانا، تمام. تاني فقره نقاشات اللي هنناقش فيها كل القضايا الكرويه والرياضيه بصفه عامه. فقره الموضوع الاساسي بتاع تالت البرنامج. فقره بقى اسمها حياه نجم. دي فقره هنتكلم فيها عن حياه النجم من ساعه ما بدأ لحد ما انتهى مشواره في الكوره وانجازاته من وكل ساعه حاجة ما بدأ عملها. من الصفر لحد ما وصل وبقى نجم وبقى مشهور في الرياضه اللي هو بيلعب فيها. تمام بس خلينا الاول نروح لفاصل ونرجع مره تانية. ماشي. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا. نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا. نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا 1000 يوم بس احنا نحلم. مهما نقع نقدر نقوم، نشق نتحدى الغيوم، نلاقي ليلنا 1000 يوم بس احنا نحلم. احلم معايا يا صديق، تطوي الخطى أرض الطريق. يهمني حلمي البريء مهما يكون، يفضل بروحه جنبنا مهما يطول بينا الطريق. لو حتى تهنا يا صديق يرجع له أنا يضمنا على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا. على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا. على حلمنا، على حلمنا، على حلمنا، بس احنا نحلم.
مستمعينا ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم ومعانا اول فقره الاخبار. بس قبل ما اروح لفقره الاخبار احب اعرفكم ان احنا معانا النهارده سؤال. محمد يقول لنا السؤال النهارده. السؤال معانا: هل تتوقع صعود الزمالك لدوري ابطال افريقيا؟ يطلع من دوري المجموعات. طبعا كلنا عارفين ان هو دلوقتي المركز الرابع في المجموعه الثانيه، فتتوقع ان هو يصعد؟ لو كده شاركونا على 03 وحيد 023 5 4 4 1. تمام. نبتدي بالاخبار اللي معانا بقى. تمام. خلينا في عناوين الاخبار الاول. ابو تريكة يفسر اسباب الهزيمه. البدري: خساره الاهلي ساعدتنا على الفوز الكبير. الاهلي يقيد ربيعة وشكري في افريقيا. محمد شوقي يقترب من المصري. الزمالك يستقر على يحيى مديرا فنيا والجمعيه العموميه تهدد بصاحب السكه. محمد صلاح قد يشارك مع بازل الأربعاء بدوري أبطال أوروبا. شابي لمورينو: لم نرغب في القتال. مصارعة رومانية: هزيمة أبو حليمة وطلبه في الأولمبياد. مستمعينا خلينا كده نناقش الاخبار بقى. اول خبر كان معانا: ابو تريكة يفسر اسباب الهزيمه. طبعا كلنا عارفين ان المنتخب المصري ودع الاولمبياد لندن 2012 من دور الثمانيه. خرج اتهزم قصاد اليابان. طبعا انت عارف ان المنتخب ما كانش في مستواه خالص. كان فيه اهتزاز جدا في المستوى، وده ادى لخروجه من دور الثمانيه. وطبعا انت الناس كلها حزينه طبعا. اتهزم قبلها بمباراتين اللي هو البرازيل تمام، وتعادل مع نيوزيلندا وفاز على بيلاروسيا. بس تجربه كويسه قدام يعني المنتخب المصري. هو يعني اول مره منتخب يشارك في الاولمبياد بصوره كبيره كده. يعني هو كان دايما بيخرج من دور ال 32 او دور ال 16، اول مره يتاهل لدور الثمانيه. طب خلينا نروح لتاني خبر كان معانا النهارده. البدري: خساره الزمالك ساعدتنا على الفوز الكبير. طبعا عارفين ان الاهلي امبارح في دوري ابطال افريقيا صدر المجموعه ب9 نقاط، كسب تشيلسي 4-1. كان ماتش جميل جدا، والاهلي لعب ماتش جامد جدا. والزمالك خسر بهدفين قدام مازيمبي. هو كده انت عندك الزمالك المركز الرابع اخر المجموعه، وعندك مازيمبي 4 نقط وتشيلسي 4 نقط والاهلي 9 نقط. فانت كده فرصه صعود الزمالك. يعني نستنى بقى مستمعينا يردوا على السؤال: هل تتوقعوا صعود الزمالك مع الاهلي ان شاء الله؟ فهو كده هو في فرصه على فكره الزمالك ان هو يصعد. ده في حاله طبعا ان الاهلي لو كسب الماتشين الجايين والزمالك يكسب 3 ماتشات الزمالك يصعد ان شاء الله مع الاهلي. ثالث خبر كان معانا النهارده: الاهلي يقيد ربيعة وشكري افريقيا. طبعا عارفين ان النادي الاهلي قائد المدافع الاهلي ربيعة واحمد شكري في قائمه الفريق اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا الموسم ده. هو طبعا انت عارف ان الاهلي عنده نقص في المهاجمين شويه، فهو ساعات كان بيلعب شكري فيرود وكده، فهو قيدهم عشان هو محتاجهم فعلا في قائمه الاهلي.
عايز يجيبه هو ما بين كان شكري وربيعه، بس هو في تمام. الاخر اتفق الاداره ان هم هيضموا شكري وربيعه ان هم يجيبوا راس حربة أجنبي. تمام. البدري فضل بركات: لم ادفع بصديق لنزعته الهجوميه. طبعا انت عارف ان امبارح وائل جمعه اتطرد في ماتش الاهلي وتشيلسي. تمام. فالبدري كان المفروض ان هو ينزل احمد صديق يلعب بيه باك يمين، ففضل ان هو يدخل بركات باك يمين وما ينزلش صديق. هو طبعا قال ان هو ما نزلش صديق رغم نزعه هجوميه للصديق، ما رضيش ينزله عشان هو بيهاجم كتير، فهو كان محتاج ان هو يدافع اكتر. تمام. فده هو يعني برر موقفه ان هو بعدم نزول صديق، واكد ان صديق يعني امكانياته عاليه جدا، وفضل لعب بركات. الخبر اللي معايا بعد كده: شوقي يقترب من المصري. محمد شوقي لاعب الاهلي طبعا دلوقتي في طريقه خلاص ان هو ينضم لصفوف النادي المصري، يعني هو رجع للنادي الاولاني. انت مش شايف يا بيته. محمد ان هي غريبه شويه؟ اصل هو ده بيته، تمام، هو اصلا بورسعيدي، تمام. فاتربى في النادي المصري، والنادي المصري هو صاحب الفضل ان هو يلعب في دوري ممتاز. طب انا عايز اقول لك على حاجه: هو لو مثلا شوقي فكر مثلا ان هو يرجع الاهلي تاني، هل هيلاقي مكانه؟ اكيد لا، بس انت ما تعرفش هو بيحسبها ازاي او من انهي ناحيه بالظبط. هو بالنسبه لشعبيته عند الجمهور دي اكيد هتروح بعد ان هو طبعا انت عارف النادي المصري ومذبحه بورسعيد، فدي عامله عند الناس يعني ايه، زي وخصوصا ما ان تقول انت عقده شويه. كمان عندك التعصب بيخلي ان انت لعيب يمشي من الكيان او من النادي نفسه، ده بيعمل عقده كبيره جدا ما بينه وبين الجماهير. لو تفتكر شادي محمد لما راح الاسماعيلي، بعد المباراه لما راح يسلم على جمهور الاهلي ما استضافوش. احنا نتمنى لشوقي طبعا ربنا يوفقه سواء كان في الاهلي او في المصري. معانا خبر تاني خاص: الزمالك يستقر على يحيى مديرا فنيا، والجمعيه العموميه تهدد بسحب الثقه. طبعا احنا عارفين ان كابتن حسن شحاته مشي من نادي الزمالك بعد خسارته، وهم رشحوا مجلس الاداره رشح طارق يحيى ان هو يكون مديرا فني نادي الزمالك. انت والجمعيه العموميه هددت بسحب الثقه، ولو هم عايزين حسام حسن. هو الجماهير والجمعيه العموميه كانت عايزه حسام حسن، تمام. الاداره بتاعت نادي الزمالك كانت عاوزه طارق يحيى، فحصل مشكله ما بينهم ان دول بيتكلموا، يعني كل واحد بيحسبها من ناحيه مصلحته. تمام. فما حدش يعني طبعا القرار في الاول في الاخر لاداره طب النادي لو الزمالك هي مثلا اللي لو حر. انت زي ما انت شايف ان الجماهير عملت الوقفه دي، هل هم هيتنازلوا عن قرارهم ويخلوا حسام حسن هو اللي هو بص، يمسك؟ هو الجمهور يعني ليه عامل تمام ان هو يشارك في الكلام ده برايه، بس مش هيفرض رايه على الاداره. انت في الاول والاخر مشجع للنادي، تمام، تمام. مالكش انت تتدخل في خصوصيات نادي او في تعيين او في الكلام ده كله. ان شاء الله بس. ربنا يوفق اذا كان حسام حسن مسك او اذا كان كابتن طارق يحيى مسك ان شاء الله. شيكابالا يجتاز الكشف الطبي بنجاح ويشارك في تدريبات الوصل. كلنا طبعا عارفين ان نجم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب كان نادي عندنا الزمالك انفراد. السابق، كان عندنا انفراد وقلنا ان هو ينتقل لنادي الوصل الاماراتي يوم- خلال كام ساعه، وفعلا وتاني تاني إن يوم شاء- انتقل نادي كان الوصل. موجود. هو طبعا اجتاز الاختبارات الطبيه والكشف الطبي، تمام. وهو كده بنسبه 95 98% هو خلاص هيشارك مع شغال نادي مع الوصل في الموسم الجديد ان شاء الله. طبعا لو جينا بس نفكر مستمعينا ان شيكابالا الاعاره بتاعته كانت لمده موسم واحد تمام. بمليون دولار و250 الف. تمام. طبعا ده مبلغ كبير، بس يستحقوا شيكابالا ان هو لاعب كبير لعيب وربنا كبير يوفقه جدا ان شاء الله. صلاح كاد يشارك مع بازل الأربعاء بدوري أبطال أوروبا. طبعا انت عارف النجم محمد صلاح اللي كان رافع راسنا في الأولمبياد مع منتخب مصر، وكان ربنا موفقه الحمد لله يعني. هو محترف بره بازل السويسري، واحتمال كبير قوي ان هو يشارك معاهم ان شاء الله يوم الاربعاء في دوري في أبطال دوري أوروبا. ابطال اوروبا. ده طبعا فخر كبير ان لعيب مصري يلعب في دوري ابطال اوروبا. طب تفتكر يا رافت ان المباريات اللي هو قدمها مع المنتخب الوطني هتفيده في دوري اكيد ابطال طبعا اوروبا؟ اكيد. انت لعبت مع منتخبات، لعبت قصاد البرازيل، لعبت قصاد اليابان، بيلاروسيا، نيوزيلندا، دي منتخبات كلها تقيله ومنتخبات فاهمه كوره. كفايه ان هو لعب قصاد البرازيل وادى كمان واحرز. تمام. شابي لمورينو لا نرغب في القتال. النجم طبعا بتاع برشلونة شابي قال لك اللي هو مش عايز فريقه يدخل في منافسة مع ريال مدريد، طبعا بسبب الأزمة اللي كنا عارفينها، الأزمة اللي سببها الصحافة. تمام. تمام. بسبب ما بين الناديين حصل موضوع من التعصب زي الأهلي والزمالك عندنا، لما الإعلام فاهم انت بيشعل الدنيا كده. بص، وكمان مورينيو بيقول لك كاتب كده نصا: في رأيي لا يستحق ميسي لقب أفضل لاعب في العالم هذا العام. ورد شابي نجم منتخب أسبانيا: لا نرغب في القتال مع مورينيو، أرجوكم لا تحاولوا إشعال الفتنة مثل تلك الأمور. تمام. هو الموضوع كبير يعني، ده قال وده قال كلام، ففي طبعا لبس في الموضوع. تمام. في خبر تاني معانا: جيجز لن نكن جيدين ولا أعرف بعض زملائي.
طبعا النجم رايان جيجز بتاع المنتخب البريطاني قال ان فريقه ما كانش جيد جدا في الاولمبياد، لذلك يستحق ان هو كان يطلع بره. تمام. بس هو برضه قال ان هي تجربة كويسة. بس هو هنا قال لك مشكله، ان هو قال لك ان انا ما اعرفش بعض زملائي، هو اللعيبه اللي كانت بتلعب معاه تمام، هو طبعا كان متاخد لعيب شرف زي ابو تريكه وعماد متعب واحمد فتحي تمام، اتاخدوا كان في لعيبة من المنتخب كبار، الوطني. انت كان ليك تمام. لعيبة كبار. تمام. فهو ما كانش شرف زملائه، فاكيد دي عملت موضوع ان هم مش فاهمين ان لعبوا بعض كويس او ما لعبوش مع بعض قبل كده، فما خلوهمش يأدوا الاداء اللي احنا كنا متوقعينه من المنتخب البريطاني. عندك معانا اخر خبر يا محمد هنقوله. مصارعة رومانية هزيمة ابو حليمة وطلبوا في الاولمبياد. اللاعبين المصريين ابو حليمة وإسلام طلبة، وطبعا بعد الهزيمة ودعوا الاولمبياد كده، خسر ابو حليمة في وزن 55 رجال امام اللاعب الامريكي توماس مانجو بنتيجة 6-1 ليبتعد عن المنافسة مبكرا. هو كده خرج بدري جدا من المنافسة بعد خسارته طبعا. وطلبة برضو يعني ما عرفش يعدي عقبة بطل كرواتيا واتغلب ب4-0. نتمنى ان شاء الله ان كل الناس اللعيبه الكبار جدا اللي بيمثلوا مصر دلوقتي في الاولمبياد باذن الله يتاهلوا ويجيبوا ميداليات اكتر لعيبة لمصر. ومنتخبات ان شاء الله. احنا برضو معانا النهارده في فقرتنا في الحلقة هنتكلم عن الاولمبياد وتاريخ مصر في الاولمبياد ان شاء الله. بس تاني ومش فقرة عايزين الناس مستمعينا دلوقتي ان السؤال بتاعنا النهارده، هل تتوقع صعود الزمالك في دوري ابطال افريقيا؟ دوري المجموعات. مستنيين رايكم على 031 نروح لفاصل سريع ونرجع لكم مره تانية. بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت. لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت. لو عدينا مرة خلاص، لو ردينا ضاع الخلاص. حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت. لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. غربة ملمس مثير بعد مشبحة رقلك. مرة في مرة حاول كتير، أي مغامرة رح تنفعك. وقف الحلم وقته في سكوت، لو بطلنا نحلم نموت. حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت. لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. شهية هي الحياة، دي العشقية والمعشقة.
مرة في مرة حلمك هوا يملى الدنيا بالزقزقة، ويبقى الحلم صورة وصوت. لو بطلنا نحلم نموت، حبة صبر حبة حماس، يبقى الحلم صورة وصوت. لو بطلنا نحلم نموت، 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 لو عاندنا نقدر نفوت. 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 تاب تاب تارورو تاب تارورو تاب تارورو tap tap taruru rap tap tararuru tap tap taruru rap tap tap taruru rap tap tararuru tap. مستمعينا ولسه مكملين معاكم محمد محمود ومحمد رأفت في الرياضة على كبير على الأذاعة علشان بلدنا. نقول بقى محمد نعيد السؤال ونقول للمستمعين فقراتنا. السؤال بيقول لك هل تتوقع صعود الزمالك من دوري المجموعات؟ لو عايزين تشاركوا معانا 031 023 5441. انا عارف مستمعين فقراتنا النهارده احنا معانا فقرتين. فقره هنتكلم فيها عن عوده الدوري كل المواضيع اللي تشمل عوده الدوري من ناحيتين، وفقرة التانية هنتكلم فيها عن كل اللاعبين المصريين المشاركين في اولمبياد لندن 2012. طبعا الفقرة التالتة زي ما قلنا لكم في اول الحلقة اللي هي حياة نجم. تمام. خلينا نبتدي الاول بعودة الدوري يا رأفت. انت في خبر محمد انا سمعته ان اتحاد الكرة قرر عودة الدوري يوم 7 سبتمبر. تمام. فالخبر ده طبعا الناس كلها ما كانتش موافقة على الخبر ده. انت عارف ان الدوري طبعا نقول للمستمعين بس ان الدوري واقف من ايام مذبحة بورسعيد. الدوري واقف من ايام مذبحة بورسعيد، وكمان هم قرروا عودة الدوري بدون جمهور. يعني هو انت شايف ان ده هيدي طعم للكرة؟ وكان هم غير ان هو يدي طعم، هم كانوا قايلين ومقررين ان مفيش عودة دوري غير لما حق الشهداء وحق الناس اللي ماتت دي. طبعا لحد النهارده الكلام اختلف، مفيش حاجه اتحكم فيها ولا الناس دي حصل معاهم اي حاجه. فان هم يرجعوا الدوري كده، هم عايزين يمشوا الدوري في مصر وعايزين يخلوا الكره تاني تمشي في مصر، وطبعا ده ليه تاثير كبير جدا. ما هو المشكله يا رافت لو احنا جينا نبص لها من منظور تاني هنلاقي ان انت مين المستفيد من عوده الدوري؟ الشركات الراعيه طبعا للدوري، تمام، الاعلاميين بصفه عامه اللي هم برامجهم واقفه على الدوري الممتاز، لان مفيش برامج رياضه على ما اعتقد بتتكلم عن الرياضات التانية، كله بيتكلم عن كره القدم. اقول لك يا محمد، انت الحاجه الوحيده اللي انا شايفها مفيده من عوده الدوري ان هو منتخب مصر. يعني انت لو رجعت الدوري اللعيبه مستواه، طبعا انت مع اللعب المستوى بيعلى، فده بيعود على منتخب مصر وبيعود على اللاعبين كلهم، يعني مش شرط منتخب مصر بس. ما هو مستوى اللعيب بيعلى بس بيصب في منتخب مصر. اللعيبه بتلعب كل اسبوع، فده هيأثر على اللعيب جدا. طب انت برضو يعني عودة الدوري ان هم قالوا هيرجع من غير جمهور، انت شايف هو ده الحل؟ يعني ان الجمهور هو اللي عامل القلق كله؟ هو مش ده الحل خالص، بس هو على فكرة ولو رجع بجمهور برضو انت مفيش جماهير هتحضر، لان الناس شافت ان انت عندك مفيش قصاص للشهداء اللي ماتوا، تمام. فانا دلوقتي مشجع لما اروح الاستاد اشجع، عارف ان من الاخر كده يعني لو جرالي حاجة محدش هيجيب لي حق. تمام. انت المحاكمات عماله تتاجل والاهالي الشهداء بيطالبوا بحق اولادهم والكلام ده كله، بس للاسف مفيش اي حاجه بتحصل خالص. بس يا محمد، لو انت زي ما بتقول على الجمهور وكده، فالجمهور مش ما بيفكرش اللي هو يعني لو الاستاد مش مكان اللي هو الناس تتقتل فيه. تمام. لكن لو رجع بجمهور الناس هتروح، والجمهور تاني عايز يشجع. يعني انا واحد من الناس اهو، انا وحشني الاستاد بصراحه. يعني وحشني جو الاستاد، وحشني جو الالتراس، وحشني الجو اللعيبه الجو العام المدرج والتشجيع. تمام. ده بجد. وفي ناس كتير على فكره وحشها الاستاد وحشها نفس الكلام ده، بس هم شايفين ان العقبه في الجمهور. بس بالعكس، انت الجمهور والله العظيم يعني الجمهور ممكن يحمي نفسه، وهو اللي بيدي روح للماتش، هو اللي بيدي كمان طعم للماتش. انت تتفرج على الماتش بجمهور غير من غير جمهور، وبيفرق نفسيا مع اللعيبه جدا. اللعيب بيبقى نازل بيحس انه بيلعب تمرين، تمام، لكن لو في جمهور بيبقى الماتش بالنسبه له رسمي، بيحاول يأدي عشان يرضي الجمهور ده كله قاعد بيتفرج عليه. فاهم محمد شكل الكره المصريه قدام افريقيا؟ انت امبارح كان عندك ماتش الاهلي
الناس بتلعب يعني فين الجمهور؟ يعني انت بتلعب في دوري ابطال افريقيا، يعني انت بتلعبش في دوري. يعني لو دوري مصري قول ماشي، احنا عارفين ظروف مصر وعارفين الظروف اللي احنا فيها هنعديها، لكن انت بتلعب مع ناس في افريقيا وجمهورها كبير وبطوله كبيره، ان انت البطوله دي لو كسبتها هتصعد كاس عالم الانديه. فطبعا انت فريق مصري يشارك في كاس عالم الانديه ده فخر كبير جدا طبعا للمصريين كلهم ولمصر. احنا طبعا سواء الاهلي كان كسب او كان متصدر مجموعه او الزمالك هو اللي في اخر المجموعه، الفرقتين ما لهمش اي لوم خالص، لان الفرقه بتلعب ماتش هوم وماتش اواي، ماتش خارج الارض وماتش داخل ارضها. تمام. الماتش اللي داخل ارضها من غير جمهورها بتطلع بره بتلعب مع الفرق التانية الافريقيه، دي بتبقى ميزة طبعا في وسط للعيبة جمهور التانية، الفرق الفرق الافريقيه التانية. كلها. تمام. فيعني ده نفسيا انا لحد نفسي اشوف جمهور، نفسي اشوف واحد بيشجعني. انا شايف نادي الزمالك فعلا متاثر بالموضوع ده، ومتاثر كمان بتغيير جهازه الفني، وفي مشاكل بين الجهاز الفني واللعيبه، متاثرين بالجمهور برضو. يعني انت برضو الزمالك، لعيبه الزمالك يعني شويه شباب، تمام. يعني انت معتمد على الشباب دلوقتي في لعيبه الزمالك، فما عندهمش الخبره اللي هي تاهلهم ان هو ايه يعني يصد قدام المحنه دي. لكن عندك لعيبه الاهلي لعيبه كبيره ولعيبه خبره ولعيبه فاهمه. طب ما تيجي يا رافت نبص الموضوع اللي هو عوده النادي المصري للدوري. الاول خالص قايل لك النادي المصري تمام هيقعد 5 سنين ما يشاركش في اي بطوله رسميه او وهينزل دوري بطوله. درجه تانية. تمام. بعد كده قال لك لا ده هيقعد 3 سنين بس. بعديها اتحاد الكوره طلع بيان قال لك هيقعد 2 سنين. بعديها طبعا الناس كلها اتفاجئت من القرار اللي طلع من اتحاد الكوره ان النادي المصري هيشارك عادي جدا في الدوري المصري. بس هو عليه غرامات، وان هو يتوقف بدون جمهور ومش هيتلعب على ملعبه. مش هتلعب على ملعبه، هيبقى الماتشات كلها خارج ملعبه تمام، وهيبقى بدون جمهور وغرامه. بص يا محمد، هو يعني هم شايفينها او اتحاد الكوره يعني عموما شايف ان النادي المصري ملوش دعوه. يعني انا قريت في الموضوع ده، قال لك ان النادي المصري ملوش دعوه، ده مش هو اللي شغب قتل. جماهير او شغب ناس تانية، لكن ده النادي جماهير ما يتحرمش من ده جماهير ومحافظ ونائب محافظ ومؤمن استاد. فهم راحوا عاملين لك ايه، قال لك مفيش ماتشات هتتلعب في الاستاد، لكن الفريق ملوش دعوه. على بس فكره يعني انا شايف مختلف جدا على فكره مع الراي ده. انا موافق على فكره. لا اقول لك ليه. انت دلوقتي ككيان او كنادي تمام، انت المسؤول عن اصل ده مش استاد القاهره ولا استاد كلها حربيه، او مش استاد عمومي تمام او تبع الحكومه، ده استاد خاص تبع النادي المصري. فانا دلوقتي كنادي المفروض الامن بتاعي يبقى مامن المباراه على اتم وجه، خصوصا انت بتلاعب نادي الاهلي. يعني معروف النادي الاهلي والمصري او الزمالك والمصري المطوشه دي بتبقى دايما فيها حماس زايد، فلازم تامنها. فانت ما امنتهاش ومدخل الجمهور. بس احنا من امتى يا رافت كنا بنشوف الجماهير بتخش اصلا الاستاد بالشماريخ؟ طب ماشي يا محمد، انت قلت الكلام ده كله كويس جدا وجميل جدا، ايه علاقه اللعيبه بتاعت النادي المصري؟ هو اللعيبه ما لهمش لوم تمام، بس اقول لك على حاجه. اصل احنا طول عمرنا في مصر عايشين بمبدا إيه، الحسنه تخص والسيئه تعم. ماشي يا محمد، ما هو اللعيبه ما عملتش حاجه، ما هو السيئه تعم على الاستاد، تعم على المحافظ، تعم على الكلام ده. لكن كل ده يعني النادي المصري ككيان ملوش دعوه. تمام. بس انا زي ما بقول لك انا شايف ان يعني هو المفروض كله يتحاسب في الموضوع ده، لان ما ينفعش مهما كان. يعني حتى لو انت عايز ترجع تلعب في الدوري ماشي على عيني وعلى راسي، بس تجيب لي حق الشهداء اللي ماتوا. ما هو الصح اللي هو المفروض يجي ده حق الشهداء لا مفر منه. سواء ان النادي المصري يكمل، النادي المصري ما يكملش، لازم حق الشهداء لازم يجي. طب خلينا بقى نروح لنقطة تانية كده، نبص لما الدوري يبتدي الداخلية هتبقى شايف ان هي تأمينها للماتش هيبقى ازاي، ودورها في التأمين هيبقى زي الاول ولا من غير جمهور فهيبقى التأمين بسيط ملوش داعي؟ هو ناوي يكمل الموسم كله من غير جمهور يا محمد. يعني هو ما ادى القرار ان الدوري يرجع، يعني خلى الموسم كله من غير جمهور، وده تقريبا مش تبقى كوره. انا الاحسن ان هو ما يرجعوش احسن. طب انت هتلعب ليه؟ هو الاحسن ان هو يخليه جمهور. انا زي ما قلت لك في الاول ان ما حدش كده هيروح، ما حدش مأمن نفسه دلوقتي تمام، فما حدش هيروح الماتش، بس انت تخليه بجمهور لان انت مش من حقك ان انت تفرض عليا ان انا اتعاقب، والجمهور مش هيتقبل ده. وخصوصا ان انت بتتكلم ان يعني احنا قلنا دلوقتي نادي اخطأ تمام، اللي هو مثلا النادي المصري او جماهير النادي المصري عشان يبقى في حياديه في الموضوع. جماهير اخطأوا، ما تحاسبش جماهير بقى بقيه النادي كلها على خطأهم هم. ده اللي انا كنت لسه بقول لك، السيئه تعم. يعني عشان جماهير عملت شغب لا خلاص امنع بقى الجماهير كلها من الحضور، ده في حد ذاته غلط. لا يبقى انا احسن لي ان انت امنع النادي نفسه بجماهيره ان هم يحضروا الدوري هيبقى ماشي زي الاول هو وزي الفل. العقوبه الاولانيه خالص اللي هو عملها على النادي المصري، وقعها على النادي المصري، كانت دي يعتبر يعني احسن عقوبه. يعني دي العقوبه الملائمه فعلا للنادي المصري، حتى على الاقل يريحوا السنه دي. لازم انت عارف هيبقى في على فكره يعني
زي ما تقول فتنه كبيره جدا ان المصري لو جه لعب مثلا بالذات قصاد الاهلي، جماهير الاهلي ما اظنش ان هي لو شافت لعيب من لعيبه النادي المصري ان هي يعني هتسيبه او هيحصل مشاكل. فانت يعني ريح نفسك وريح الموضوع كله، استثنوا النادي المصري من الدوري السنه دي، مش هيأثر جامد قوي يعني. المشكله يا رفعت ان انا بتكلم في ان انت حصل عندك تشكيل وزاري. خلينا نخش سنه في السياسه، وحصل ثوره وحصل ان رئيس جمهوريه اتشال ورئيس جمهوريه جه. ليه ليه الاتحاد الكوره ما بيتشالش؟ يعني السؤال ده شخصيا ان انا بفرضه عن نفسي كل يوم. طب ليه اتحاد الكوره الشكل بتاعه كده ما بيتغيرش؟ رئيس اتحاد الكوره بالنواب باعضاء اتحاد الكوره باعضاء الجمعيه العموميه، ليه الناس دي كلها ما بتتغيرش؟ دي برضو عندك مشكله شويه، بس هو يعني الناس عملت ثوره وشالت رئيس وجابت رئيس، وعملت تشكيل وزاري وشالت محافظين وجابت محافظين. طب مش معنى اتحاد الكوره برضه؟ هو يعني هما دي حاجه تخصهم بس براحتهم. بس هو اتحاد الكوره برضو انت يعني بيشوف على الناس اللي على الاخبار الملائمه اللي حواليه. اصل انا مش وعلى طالب حال من البلد. اتحاد الكوره غير حاجه واحده، اللي هو يوفر لي الدوري العام، ينزل لي جداول تمام تناسب كل الفرق. انا كمشجع يوفر لي محمد جوه احنا الاستاد. احنا الدوله الوحيده اللي مش عارفين نعمل جدول مباريات. انت جدول مبارياتك بتاع الدوري بتلاقيه بيخش مع جدول مباريات المنتخب، مع تلاقيه بيخش جدول البطوله لو الافريقيه. الاهلي مشارك في بطوله مع افريقيه، الزمالك بالظبط. مشارك في بطوله افريقيه، تلاقي بيوقف المطوشه. انت عندك طبعا احنا عارفين المشكله اللي حصلت المره اللي فاتت تمام. بتاعت في مشكله حصلت اللي هو كان هاني رمزي عايز يقعد ابو تريكه وعماد متعب، وما كان متفق مع الاهلي ان هو يرجعهم بعد الماتش على طول. بس طبعا ده ما حصلش، وان الاهلي وافق على الكلام ده، ان هو الاهلي طبعا بخبرته وبكيان النادي الاهلي وبعظمه النادي الاهلي تمام. خلى اللعيبه تكمل مع المنتخب، وده طبعا بيدل على وطنيه النادي الاهلي طبعا. تمام. فده برضو موقف، يعني انت ازاي انت متفق ان انت الاهلي مشارك في بطوله كبيره زي دي، انت بالظبط. متفق مع النادي الاهلي ان اللعيبه هترجع بعد الماتش على طول وحجزوا تذاكر على هذا الاساس، ازاي بقى تيجي تقول انا محتاج اللعيبه؟ فبرضه هو يعني حلوها واتحلت والنادي الاهلي وافق. هي في الاول وفي الاخر دي سوء اداره، يعني سوء انا بقول لك تدبير للأمور. ما عندناش حد عارف يحط جدول، يعني جدول مباريات مفيش. او اقول لك على حاجه رفض، بلاش كلمه ما عندناش حد، لان احنا يعني مش هنغلب ان احنا نحط جدول تمام. وبالذات الناس اللي هم بتوع الجمعيه العموميه وبتوع اتحاد الكوره دول اكتر ناس فاهمه في الكلام ده كله. بس تقدر تقول ان لو كل واحد يعني ما كانش مقصر في العمل بتاعه، الدنيا هتبقى ماشيه احسن. لكن عندنا احنا بيعلمونا واحنا صغيرين ان المدرسه دايما تقضيه واجب، اللي انت تروح المدرسه وترجع عشان خاطر يبقى اسمك رحت. لكن ما فكرتش في يوم اللي انت تروح عشان تستفاد وترجع ويتسالك انت استفدت ايه. تمام كده برضو في الشغل، انت رايح الشغل انت هتقضي مثلا 8 ساعات اللي هتشتغلهم عشان ترجع واخر الشهر تاخد مرتبك. انت شايف كده يا محمد، يعني الداخليه او المسؤول عن رجوع الدوري يرجع بجمهور ولا من غير جمهور؟ هو الاول مصلحه البلد اهم، تمام. فهم شايفين عدم لعب الدوري بدون جمهور دي مصلحه بلد. هو المشكله اللي احنا هنقولها برضو في الاول وفي الاخر ان بعض حركات الالتراس في مصر ما بيفرقش معاك الكلام ده. انا لسه عايز اقول لك يعني جمهور او من غير جمهور أيوة، انت لسه مش عايز أقول لك هتمنعني ان انا الموضوع ده. اشجع فريق تمام. إن بأي طريقة هيوصلوا للموضوع رسالة ده. بس انا عايز اوصل لهم رساله ان اي جمهور لو عايز يخش ويشجع فرقته حتى لو مين منعه هيخش وهنشجع فرقته. الانتماء بيبقى اقوى من ان انت تمنعني ان انا اشجع الفريق. الانتماء اقوى من اي قرار من بالظبط. الاخر كده يعني. فان عدم اللعب بدون جمهور ده مش حل. أنا وده مش شايف- حل للعيبه برضو، الدوري مش هيبقى له طعم يعني. هم محمد انا بس عايز اوصل لهم رساله او اوصل لاي مسؤول رساله. انت دلوقتي قررت ان الدوري يرجع وقررت ان الكره المصريه تاخد مسيرتها في البلد، طب خلاص تبقى اما تخلي المنظمه كلها تمشي عاديه جدا القرار يبقى كامل. بس انت جمهورك بيلعب. انت عايز ترجع الدوري خلاص، يبقى انت مسؤول انت بقى ترجعه بجمهور وتامن الجمهور وتامن اللعيبه في الملعب وتامن الكلام ده يا اما كله. ما ترجعوش مش خالص، قد المسؤوليه ما يبقى ترجعوش خلاص. خالص وخلينا بالظبط. زي ما احنا كده. يعني بلاش نمشي بمبدا نص العام ولا العام كله. تمام. تمام. لا انا هرجعه يبقى يرجع كامل. بعدين الدوري من غير جمهور مش هيبقى له طعم. انت بتتفرج على الدوري البحريني والدوري مثلا الكويتي والكلام ده كله، الكوره بتبقى سامع صوتها وهي بتتشاط من كتر ما فيش جماهير في مدرج. بتبقى سامع صوت اللعيبه وهم بيدوا على بعض في الملعب. امبارح كان صوت والاهلي فعلا كده دلوقتي امبارح كان صوت الطيارات في الكليه الحربيه، في استاد الكليه الحربيه كان طالع، وكان صوت كابتن حسام البدري وهو بينده على اللعيبه وكان بيقول لهم على الخطه كان مش باين. هيبقى فيه الحماس اللي هو بتاع الدوري وان الفرق تكسب اعتقد، يعني مش هيبقى فيه الكلام ده بس احنا خالص. يا محمد انا اقول لك يعني لو اي فرقه اتحطت مكان الاهلي مش هتعرف تأدي، مش هتعرف تواجه،
عشان مفيش خبرات، لكن هو الاهلي بيأدي وبيواجه عشان الخبرات اللي موجوده عنده. تمام. طب مستمعينا هنروح لفاصل طب قبل ما نطلع سريع. الفاصل نقول لهم على السؤال نفكر تاني، مستمعينا. هل تتوقع صعود نادي الزمالك من دوري المجموعات؟ شاركنا برأيك على 031 023 5441. هنروح لفاصل، استنونا وراجع لكم تاني. انت البداية ولازم تحلم ببكرة. كلم قول وعبر، انت الفكرة. كل حاجة بتناديك وحلمك بيدور عليك. انت الجديد، انت الوحيد، وحلمك عمره ما كان بعيد. لازم تكمل الطريق، بكرة واقف مستنيك. قول من قلبك وعبر، مين قدك؟ مين قدك؟ مش جايلك نوم ومهموم، افتح شباكك وشوف النجوم. صدقني الليل ليه آخر، ركز هتلاقي نور من بعيد. ارفع راسك لفوق، قول بقى صوت. انت الجديد، انت الوحيد، وحلمك عمره ما كان بعيد. لازم تكمل الطريق، بكرة واقف مستنيك. من قلبك وعبر، مين قدك؟ مين قدك؟ مستمعينا ولسه مكملين معاكم في الرياضة على كبير مع محمد محمود ومحمد رافت على إذاعة علشان بلدنا. خلينا نمشي بقى من الموضوع الدوري المصري ورجوعه ومشكلة يا رب رجوعه. يكون يعني يا ريت المسؤولين ان هم يفكروا في الموضوع ده ويدرسوا الموضوع كويس قبل ما ياخدوا اي قرار. تمام، خلينا نروح. ما تيجي نعمل نبذة كده عن تاريخ مصر في الأولمبياد من ساعة ما الأولمبياد البطولة دي اتعملت هيبقى معانا لحد تواريخ دلوقتي. قوي كتير قوي يا محمد. انت عندك في تواريخ هتبقى كتير قوي في الموضوع ده، بس المستمعين لازم يعرفوا مصر تاريخ ايه في الاولمبياد كله. تمام، احنا عندنا الأولمبياد ابتدت سنة 1896 و1900 و1904 و1908. كانت مصر مشاركة عندك في أول 5 أولمبياد، أول 5 بطولات من بداية نشأتها لحد 5 بطولة كانت مصر بتشارك. يعني محمد مصر في الاولمبياد في بدايه الاولمبياد ما كانتش مشاركه بصوره يعني كبيره او بصوره مؤثره، فده تمام. طبعا كان مؤثر علينا، بس بدات مع الوقت تصعد وتاثر وبدات تشارك في حاجات كتير. تمام. طبعا بعد كده مصر غابت تماما عن الأولمبياد، رجعت بعديها. احنا قلنا آخر سنة شاركت فيها كانت 1908. تمام، رجعت بعديها في 1928 بأمستردام، يعني قعدت 10 سنين ما تشاركش. تمام.
بس دي حققنا فيها انتصارات، يعني في لعبة المصارعة ورفع الأثقال والغطس حققنا فيها يعني بطولة وحققنا فيها ميداليات. تمام. استمر وفضلت مصر على فكرة لحد 2012 طبعا مشاركة في الأولمبياد، طبعا عارفين طبعا منتخب مصر في الأولمبياد مشارك لحد 2012. تمام. بس وخدنا ميداليات انت لو هتبص للابطال المصريين اللي خدوا ميداليات زمان، كان عندك محمد نصير كان واخد ميداليه ده ذهب في الدورة رفع التاسعة الأثقال. محمد، في الدورة الكلام ده في التاسعة الدورة لمصر، التاسعة تمام. وابراهيم مصطفى برضو كان في رفع الاثقال. وكان عندك فريد سميكة كان واخد بطولة، كان واخد ميدالية خد فضة ميدالية في فضة الغطس. في الغطس، او ده كان اول مرة مصر تاخد فيها ميداليات. ولو بصينا للتاريخ هنلاقي ان مصر اكتر دولة عربية شاركت في الاولمبياد، واكتر دولة عربية اخذت ميداليات بكل انواعها. تمام. لو جينا بصينا بقى رافت في اكتر لاعب مصري شارك في الاولمبياد، اول لاعب اول لاعب واكتر لاعب فضل يشارك في الاولمبياد كان احمد كابتن حسنين. احمد حسنين. ده دلوقتي بقى راجل رياضي كبير، ولدرجة انه وصل لرئاسة النادي الاهلي وكان حريص على تطوير الرياضة. تمام. فده ودخل تاني بطولة ليه كانت في برلين سنة 36، ومصر في البطولة دي خدت 5 ميداليات. تمام. كان 2 ذهب وواحدة فضة وهو واتنين كان واخد برونز. الميدالية الذهب اللي كان كانوا 5 فيها. ميداليات، 2 فضة و2 2 ذهب وواحدة فضة و2 برونز. تمام. لو جينا بقى ننتقل كده سريعا بقى، خلينا نسيب التاريخ اللي احنا عاملين نتكلم فيه ده كله احنا قلنا مش تمام ان احنا يبقى معانا تواريخ، احنا تمام. بنتكلم خلينا نيجي بقى لندن كتير. 2012. تمام. انت شايف ليه مصر ما خدتش ميداليات كتير في البطولة دي؟ بص يا محمد، هو عامل الخبرة ده برضو يعني ليه تأثير كبير جدا. تمام. بس فموضوع ان هو احنا ناخد ميداليات او ناخد البطولة دي صعبة شوية. هو بص، هو مش موضوع خبرة، انت عندك اللعيبة اللي عندك كلهم لعيبة دوليين. تمام. اللعيبة دي كلها بتشارك، بس انت ممكن انا يعني على شخصيتي انا بحسبها عامل نفسي. انت اللعيبة نفسيا مش بس يا محمد مؤهلة احنا برضه. خدنا والله بطولات يعني انت عندك في رفع الاثقال والمصارعة انت تمام. واخد بطولات يعني وفي انت الشيش كنا هنصعد فيه. تمام. بس المشكلة ان اللعيب بتاعنا اتصاب. لا انت بس عندك- خلينا يعني ليه احنا ما نشاركش بميداليات كتير؟ يعني بتتكلم على ميداليتين او 3. تمام. على اساس كام لعبة؟ على كتير جدا. تمام. فيعني لو جينا بصينا لها هتلاقي نفسيا انت اللعيبه بتاعت الاولمبياد اكتر لعيبه مصدومه في بلد. اولا اتحادات الرياضيات الفرديه بالذات، اي اتحاد رياضه فرديه سواء كاراتيه كونغ فو ريش مفيش بتاع الكلام تمويل، ده كله. انت بتصرف على مفيش نفسك. تمويل انت خالص. ما عليهمش بس غير مثلا لو تذكرة الطيارة بالظبط. انت بتشيل تمرينات، نفسك لكن انت في كل بتشيل الكلام نفسك في ده. كل حاجة غير الكورة. دي اول حاجه. تاني حاجه انت عندك لعيب الكوره مثلا بيبقى رايح ماتش. تمام. هو طبعا بيبقى في معسكر والكلام ده كله. ف طبعا بس بيوصل له اخبار ان طبعا الجرايد كلها كاتبه عليه اللعيب ده هيشارك، اللعيب ده هيعمل ايه، اللعيب ده هينتصر. بص يا ولا لا. محمد، هو في كلتا الأحوال الكورة واخدة يعني نسبة اهتمام أكتر. عامله زي الامريكان فوتبول في امريكا. تمام. بس انت عندك برضو يعني دلوقتي واحد لعيب كوره لما يلاقي اسمه في الجرايد كل يوم وهو عنده ماتش، هيبقى عليه عبء كبير جدا ان هو عارف ان زي ما بيقولوا كده العين عليه. تمام. نازل عايز يأدي احسن حاجه عنده عشان الجماهير دي كلها. لكن انت بتيجي لاعب في الاولمبياد الناس كلها ما تسمعش عنه حاجه. يعني لما يبقى واحد بطل عالم ماشي في الشارع الناس ما تعرفوش، دي نفسيا بتأثر عليه جدا. ما هو محمد ما احنا خلينا متفقين ان الكورة واكلة الجو بمعنى صح. تمام. فده دي حاجة ما تزعلش. هي الرياضة بتبقى في كل بلد في رياضة هي الرياضة الشعبية. انت عندك الكورة هي الرياضة الشعبية بالظبط. بس المفروض فكله الاعلام معروف. يديهم حقهم. يعني انا يعني انت تفتكر مثلا مين اللي كسب في الاولمبياد اللي فاتت؟ لا خلاص احنا يا انا محمد اللي افتكره متابع على الاولمبياد يعني كان هشام مصباح. تمام. وقبليه على طول كان كرم جابر ميداليه ذهبيه. تمام. غير كده احنا ما نفتكرش. وانت ممكن اصلا يعني اشكال اللعيبه دي ممكن لو شفتها في الشارع ما تبقاش فاكرها. فده اللي بيبقى العامل النفسي السلبي اللي على اللعيبه، اللي ما حدش يعرف عنه حاجه، مفيش دعم، مفيش فلوس. عندك لو جينا بس قارناها برضو بالكوره، لعيب الكوره لما مثلا بيكسب بطوله او لعيبه الكوره عموما، رجال الاعمال دايما بيعمل لهم عامل زي تحفيز. تمام. غير رجال مكافآت الأعمال. عربيات غير رجال الأعمال مثلا. يا محمد، انت عندك طبعا عقود الاحتراف كله بيسعى على الكلام لا غير الفلوس. يعني خلينا دلوقتي مثلا في لعيب رايح ياخد بطوله. تمام. بعد ما بيكسب معظم رجال الاعمال والشركات اللي بتدعم النادي ده عربيات مش عارف ايه مكافآت ماليه الكلام ده كله، بتبقى بطولات عاديه. لكن انت بتيجي بقى في لعيب لعبه فرديه طبعا اصعب من اللعبه الجماعيه بمراحل. انت شايل المسؤوليه لوحدك. انت عندك يا محمد هو تقريبا في لعيب واحد هو ده اللي يعتبر الناس عارفاه كتير
ومشهور واسمه اتكرر كتير، كرم جابر. وبعديه هشام مصباح. يعني دول تقريبا الاثنين اللعيبه. طبعا هشام مشهورين. مصباح دخل اولمبياد لندن في السنه دي موقف- وخرج منها. في موقف يا محمد انا عايز احكيه لك، عايز احكي لك عنه. ان في لعيب في الاولمبياد مش متذكر اسمه بالظبط، اتفصل من الكليه بتاعته في جامعه اسكندريه هندسه. ليه؟ تمام. عشان كان بيخبي منتخب اسمه ده معسكر المنتخب واللعب، كان انفصل من هو ما بيروحش الجامعه. تمام. فدي برضو دي ازاي انت لعيب رايح يأدي حاجات تبع منتخب مصر وبيلعب باسم مصر ويتفصل من الجامعه. المفروض اللي انت عندك الاتحادات بتبقى مطلعه جوابات للمدارس للجامعات وللكلام ده كله، بتسمح فيه ان اللعيب يغيب عن مثلا المحاضرات بتاعته او الايام الدراسيه بتاعته، طبعا لظروف التمرين، وده بيبقى مختوم بالاتحادات. بس أنا هو غريبة اللي فعلاً أنا أنت أول انفصل. مرة- انا سمعت برضو لما سمعتها استغربت، بس هو فعلا انفصل. غريبه. فده برضو يعني نداء لاتحاد الكرة ان هو يبص للعيب ده ويحاول ان هو ينسق برضو، ما دي عملية تنسيق، تمام. مفيش تنسيق. خلينا نرجع برضو لنفس المشكله، ليه اللعيبه ما بتاخدش ميداليات؟ السؤال ده هيجنني. خليه سؤال الحلقة الجاية. لا بجد، يعني انت عندك لو جينا قارناها مثلا بالامكانيات، انت عندك الامكانيات بتاعت اللعيبه المصريين ما تقلش حاجه كتير عن امكانيات اللعيبه الاجانب. طب احنا طب احنا معانا اتصال اتصال تليفوني. تليفوني. الو. الو. ايوه انت عرف بيك. محمد محمود. ازيك يا محمد، عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا شباب، عاملين ايه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله. ايه رايك في الحلقه بتاعتنا النهارده يا محمد؟ لا تمام حلو طبعا. ربنا يخليك يا محمد. عارف سؤالنا ولا نقوله لك تاني؟ لا انا عارفه بتاع الزمالك. تمام. تتوقع ان الزمالك يصعد ولا ما يصعدش؟ هو في امل صغير يعني، تمام. امل بسيط ان هو يطلع. قول لي يا محمد، انت الاول اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي طبعا. عشان كده قلت في امل بسيط. بسيط يعني مش جامد، بس ان شاء الله ما يصعدش. يا رب ان شاء الله. ماشي، متشكرين جدا يا محمد على اتصالك. شكرا. بص يا محمد، احنا يعني نقول للمستمعين ان احنا هنقرا بس شويه من معلومات عن الاولمبياد عشان نجيب لهم المعلومات دقيقه. عندك مصر توقفت عن الصعود لمنصات التتويج، زي ما احنا بنقول ان هي دوره اثينا، ودي الدوره اللي خد فيها كرم جابر الميدالية الذهب. الذهبية. وحصلت مصر اجمالي على 5 ميداليات في اولمبياد بكين، كانت اكبر بعثه بعدد وصل 99 لاعب ولاعبه في الرياضات المختلفه. بس مصر في البطوله دي ما جابتش غير ميداليه واحده بس، وكانت الميداليه البرونزيه. تمام. فده يعني ده تسميه ايه؟ طيب انت رايح ب 99 لاعب وما تجيبش غير ميداليه واحده وتجيبها برونز، يعني ما تجيبهاش ولا دهب ولا فضه، تجيبها برونز. تمام. هو 99 لعيب، انت شاركت يعني غالبا في كل الرياضات اللي عندك. تمام. تتكلم في 99 واحد، انت عندك كام لعبه اصلا؟ يعني كتير جدا. ما بالظبط. خدناش ولا غير فانت ميداليه. تاخد ده ميداليه واحده. يعني ده ما ايه هو السبب؟ برضو طيب؟ يعني يبقى هو السؤال، ليه احنا ما بناخدش ميداليات؟ يعني ايه السبب بجد يعني؟ هو يعني انا قلت لك من رايي، من وجهه نظري انا، ده سبب عامل نفسي. تمام. ان اللعيبه دي مهدور حقها، الناس ما تعرفهاش. طب انت يعني مثلا اللي خدوا ميداليات دلوقتي في اولمبياد لندن، تمام، انت عارف اسمهم؟ لا. لا السبب في ده ايه؟ ان الاعلام ما بيسلطش الضوء عليهم، بعكس اي بطوله تانية او اي لعبه تانية. تمام. يعني طب ما الميداليات دول كلها حقهم. محمد، انت اللي عندك الميداليات كلها هم رياضتين اتنين بس، رفع الاثقال والمصارعه الرومانيه. تمام. بس يعني دول هم يعتبر المنتشرين او في كلام عنهم. طب قبل ما نكمل كلامنا، نحب نفكر مستمعينا بسؤالنا النهارده. هل تمام. تتوقع صعود النادي الزمالك لدوري المجموعات؟ مستنيين ارائكم على 03 وحيد 023 5441. محمد انت عندك برضو يعني لحد دلوقتي انت عارف مصر في المركز الكام؟ لا. مصر في المركز 46 برصيد ميدالية واحدة في سلاح الشيش. يعني ده برضو ده تراجع كبير جدا لمصر في الاولمبياد. ده بعد اصابه كمان اللاعب بتاع الشيش، كان ممكن يجيب لنا ميداليه احسن من كده. ده برضو اصابته يعني اثرت عليه جامد جدا. تمام. يعني نقول كده مبدئيا ان اللعيبه ما بتجيبش ميداليات لفرق خبرات، ولا الامكانيات، ولا العامل النفسي؟ هي امكانيات. امكانيات. انت عندك يعني مشكلة عندهم امكانيات، ضعف الامكانيات اللي مش موجودة للالعاب الاخرى. انت عندك امكانيات بس لكرة القدم، انا ما بتكلمش عن امكانيات اللعيبه، كرة انا القدم بتكلم وكام لعبه كمان. انا بتكلم عن الامكانيات المتاحه ليهم، ما بتكلمش عن امكانيات اللعيبه. يعني انت عندك الامكانيات المتاحه ليهم ما بتاهلهمش لكده.
لكن متهيألي لو لعيبه مصر عندها امكانيات او امكانيات متوفره لها زياده عن كده انت هتأدي. غير كده، انت يعني لو بصيت حسبتها، كل مراكز شباب مصر وكل النوادي المفروض المركز الشباب ده حاجه تبع الحكومه، تمام؟ يعني عارجه لمجلس الشباب والرياضه ترجع لها، فمفروض ان يبقى مشاركه بكل جميع الالعاب داخل مركز شباب. انت عندك مراكز شباب ما تلاقيش فيها غير 5 العاب رياضيه، وطبعا كره القدم دي اساسيه، تمام؟ انت لو جيت بصيت كام نادي في مصر فيه رياضه الشيش؟ قليل جدا. كام نادي في مصر فيه وثب؟ فاهمني؟ انا بقول لك مش يا عم هتلاقي محدش الكلام ده بيهتم خالص. بالرياضات دي. يعني النوادي اللي بيقولوا عليها معديه اصل قوي أقولك على حاجه يا عم، تلاقي فيها فولي مثلا وهاند بول. انت لو والكلام ده. عندك ابنك مثلا، تمام، هتقول ايه؟ اروح العب كوره، العب سباحه، العب مش هتقول اروح العب رفع اثقال. اصل الحاجات دي بتحتاج يبقى اولا اللعيب اللي قدرات رايح يلعبها خاصة. هاوي. وزي ما انت تقول ليها قدرات. انت بتلعب لما تلعب رفع اثقال لازم يبقى في بنيه للجسم طبيعي تساعد ان انا اه. العب اللعبه دي، مش اي حد هيروح يلعب رفع بس أثقال. فانت يعني ده لعيب، عشان كده بتلاقي الناس فيها قليله. وبعدين كمان ان انت قلت اللي هو لو انت ليك ابن هتخليه يلعب ايه؟ هو هخليه يلعب على حسب اللي ماشي في البلد زي ما بيقولوا. ان انت عندك اللعبه الماشيه، فاهم انت، اللي ليها شعبيه كبيره هدخله فيها يلعبها. احنا عندنا للاسف الشعب المصري ما بيخشش الرياضات عشان عايز، فاهم انت، يبقى ممارس رياضه. لا انا لا، ابني هو بيخش ادخله عشان كوره شهرة. عشان يتشهر، عشان يبقى لعيب فلوس، كورة. تمام. ابقى مشهور بقى، يطلع في التلفزيون ويسافر مع انديه كتير ويشارك في بطولات. بس والله يا محمد هو تفكير صح. انت على أصل فكره هو مش تفكير صح خالص يعني. طب انت تخيل كده دلوقتي يا محمد، لو رحت لباباك في البيت قلت له انا عايز العب وثب طويل، هيبقى رد فعله ايه؟ طبعا انت عارف- طبعا احنا ما بنغلطش في اي أقول لك على رياضه، حاجة- كل رياضه أقول لك على ليها حاجة يا ليها محمد. احترامها عندنا طبعا، بس احنا بنتكلم من الواقع اللي مفروض علينا من البلد اللي احنا فيه. اقول لك على حاجه، يعني انت لا، محدش يروح يطلب من والده كده غير لما يكون عارف هو رايح يعمل ايه او هو حابب الحوار ده. فهو لو حابب الرياضه دي، فلو قال له، ما هو ممكن بابا يقول له انت تعرف عنها ايه، فهو لو حاببها هيقول له انا اعرف عنها كذا وكذا وكذا وكذا، فهيخليه يشارك. بالظبط. لكن مفيش اطفال بتحب انت كل الاطفال دلوقتي هتلاقي الكوره تقعد تلعب بالكوره. انت حتى تطلع بتحب انت الكورة. بتربي الاولاد الصغيرين عندك على الكوره. يعني الولد بالذات او البنت اتجاب لها عروسه، عندك الولد اتجاب له كوره على طول، فاللي هو طلع ما عرفش حاجه في رياضات غير كوره. بس ده كان ده تاريخ كده عن الاولمبياد بسرعه، عن تاريخ مصر في الاولمبياد كده كان سريع. احنا كده عندنا الفقره الجايه حياه نجم، تمام. بس هنطلع فاصل ونرجع تاني مع بعض نتكلم عن اللعيب اللي معانا. استنونا.
مستمعينا ولسه مكملين معاكم دلوقتي وصلنا لفقرة حياة نجم. طيب هنعرف مستمعينا. هو اللعيب ده اللي هنتكلم عنه النهارده هو مش مشهور قوي، بس احنا هنعرفكم مين هو. تمام. هو اسم اللعيب في البدايه حسين محمد حجازي، كانت شهرته حسين حجازي. تمام. اللاعب ده عندنا كان بيلعب كرة قدم مصري عادي، كان لعب لأندية كتيرة جدا زي نادي الزمالك ونادي الأهلي. تمام. عندك حسين محمد حجازي من ناشئين حي الحسين. تمام. انشأ فريقا لكرة القدم واسماه حجازي الفن على اسمه. لعب لنادي درويتش هاملت الانجليزي عام 1911، ولعب في نفس العام كذلك لنادي فولهام الانجليزي، وعاد مرة أخرى لنادي درويتش هاملت وقضى فيه 4 مواسم. ثم عاد لمصر ولعب لنادي السكة الحديد عامي 1914 و 1915، ثم انتقل للنادي الأهلي عام 1915 وقضى 8 أعوام مع الفريق، لينتقل بعدها لنادي الزمالك عام 1923. وعاد اللاعب مرة أخرى الأهلي عام 1928 وقضى موسمان قبل أن يعود مجددا لنادي الزمالك، وظل يلعب بين صفوفه حتى اعتزال ممارسة كرة القدم. تمام. وكان كابتن منتخب مصر في 1916 وشارك مع المنتخب المصري منذ تأسيسه عام 1920. كانت ببلجيكا البطولة دي الأولمبية صح؟ كانت البطولة الأولمبية 1920 ببلجيكا صح؟ تمام. تمام. بعديها على طول عام 1924 لعب في دورة باريس الأولمبية وسجل فيها هدفا في مرمى منتخب المجر عندما كان في 37 من عمره. كان سنه كبير أوي. 37 سنة يعني من سن تقريبا كابتن أحمد حسن دلوقتي صح؟ تمام. و225 يوما كأكبر لاعب يسجل في تاريخ الدورة الأولمبية. لسه بقولها. وظل الرقم صامدا لمدة 88 عاما قبل أن يحكمه لاعب منتخب بريطانيا جيجز كأكبر لاعب يسجل في البطولة عام 2012. كان له دور بارز في تأسيس الاتحاد المصري، وكان ضمن أعضاء أول مجلس إدارة للاتحاد المصري لكرة القدم تشكيله عام 1921. وعلى فكرة رقمه لسه مكسور السنة دي في أولمبياد لندن لما جيجز حقق الأهداف بتاعه كأكبر لاعب. دي كانت نبذة سريعة عن حياة حسين حجازي. وكده يعني لسه طبعا استنونا طبعا الفقرة اللي جاية حياة نجم، لسه هنجيب لعيبة طبعا معانا كتير، لعيبة مشاهير ما حدش سمع عنهم حاجة قبل كده. تمام. بس هم قدموا كتير جدا جدا للكرة المصرية وللرياضة بصفة عامة ايا كانت الرياضة اللي هم كانوا بينتموا ليها. تمام. واحنا بنحاول نلقي الضوء عليهم كده عشان نعرفكم اللعيبة دي. احنا كده محمد، احنا كده يعتبر حلقتنا خلصت، بس انا عايز افكر مستمعينا ان احنا برنامجنا كل يوم حد الساعة 9 على اذاعة علشان بلدنا، والبيدج بتاعت البرنامج برنامج رياضة على كبير. انا بس رافض كنت عاوز اقول حاجة يعني نأسف لو الاداء ما كانش متميز او في الحلقة، يعني خلينا نعرف مستمعينا ان احنا الحلقة دي ما كانش هتتذاع النهارده طبعا لوجود عطل فني وفي ظروف عندنا في البث، بس احنا اصرنا احنا نطلع ويعني وربنا يعلم احنا عشان نطلع الحلقه دلوقتي احنا بنتكلم ازاي. تمام. بس طبعا ده كل ده عشان المصداقيه عندنا ان احنا ما ينفعش ندي ميعاد ونخلف فيه. في حاجه تانية يا محمد انا عايز اقول للمستمعين، لو انتوا حابين تتابعوا حلقاتنا او اللي ما سمعش الحلقه بتاعتنا، احنا حلقتنا على اليوتيوب بتاعتنا الرياضه على كبير، وعلى اليوتيوب خشوا اكتبوا برنامج الرياضه على كبير برقم الحلقه، هينزل لكم الحلقه بتاعتنا بكل حاجه. تمام. مستمعينا نتمنى ان احنا نكون افدناكم النهارده باي معلومات او باي حاجه قدمناها لكم، واستنونا ان شاء الله يوم الاحد الجاي الساعه 9 مع محمد محمود ومحمد رافت في رياضه على كبير على اذاعه علشان بلدنا. السلام عليكم.
dance and stay. Time to hype up the crowd and away from the moment when the DJ press play. Watch the one baseline hit on your chest. It's a Batman thing and that's how we stay. We got so many styles, too many flicks for them to come deep with. I can hit you on a Monday, drop it a cappella and you still wouldn't come near the deepness. So listen now, I'm on a bad line and you're a clown. In a day I'm put it down like this now. Right about now, Badman Rhythm inside the place. My liver make you shot like a loon. Specializing within that big tune. This one's a smash and it's coming out soon. Coming to the big great near you. This how they buy the man, so what are you? Simple things might sound like anybody anyway. Just send it back to the zoo. We're going in on a ride, you can tell by the heavy head count inside. Up on the roof, it's pure bounce, I provide. So when I say jump, you best ask how high. And then reach for the sky, hands in the air, the beat sounds live. That's how we roll, so just let me know if you wanna reload your best. Come with it. Come with it.